بغيتي تشري الذهب للاستثمار وراها تلفت لك، فنحب نقول لك باللي هاد لا فيديو ليك، ما تشريش قبل ما تشوفي لا فيديو. اليوم غادي نوريكم الفرق بين الذهب اللي تشروه للاستثمار اللي يخدمكم نتوما والذهب اللي يخدم السايغ. سلام غالياتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. لا فيديو تاعنا اليوم كما قلت لكم غادي نهضروا على الذهب. السؤال اللي راهم يسقسوا فيه بزاف ناس هي وشحال راها اسعار الذهب، وشحال راه يدير الذهب للجرام، واسكو الذهب راح يزيد يطلع ولا راح ينقص. نحب نقول لكم غالياتي ما يمكنش اللي يكذب عليك يقول لك اسكو راح يطلع ولا راح ينقص، باسكو علاه الذهب هو حاجه غير مستقره في الاسعار، قادر يزيد في اي لحظه، قادر ينقص وينخفض انخفاض كبير. سما اللي عندها دراهم ولا راها مخبيه كاش عفسه تروح تشريها الذهب خير من اللي تبقى مخبيها هكا. بالنسبه للبنات الاسعار الذهب حاليا نهار شهر 11، باسكو علاه انا كنت عند البيجوتري كنت راح نشري عفايس هكا. كي سقسيته على اسعار الجرام شحال راه، قال لي في الجديد راه الجرام يتراوح بين 30 حتى 34 35. بالنسبه للذهب المستعمل راه بين 28 حتى 29. وبالنسبه للذهب الايطالي البنات لقيتها في المستعمل 30. سما في الجديد بالك يكون كثر. بالنسبه للفئه اللي راها حابه تستثمر، سما عندها مبلغ مالي وحابه تستثمر فيه به يزيد يعني بعد 6 شهور ولا، فنحب ننصحكم البنات اللي عندها مبلغ وحابه شغل ما عندهاش الوقت، فما ننصحكمش تبالي تخليها هكا تبقى، باسكو علاه كيما قلت لكم هو ما راش في استقرار، قادر يزيد وقادر ينقص. ما بالك تكون عندك 15 مليون ولا من بعد تلقي روحك في الخساره كي تجي تبيعيها تلقي روحك بعتيها بقل المسومه تاعها. سما بالنسبه للاشخاص اللي رايحين للادخار وعندهم يعني فتره قليله ولا عاجلين، فما ننصحكمش، خلوها دراهم خير. اما الفئه اللي حابه تستثمر على المدى البعيد، يعني على الاقل 6 شهور فما فوق عام عامين، فنحب نقول لكم غير ما تتاخروش وشروا مادامه ناقص. بصح كي تشرو البنات ما تشروش الجديد. بالنسبه للاشخاص اللي حابين يستثمروا ما تشروش ذهب جديد، باسكو على الذهب جديد يكون غالي بزاف، فمن الاحسن انكم تشروه قديم. قديم يعني قريب شويه للجديد، قديم ما فيه حتى ديفو، ماشي كاسي يعني مستعمل وبالضمان تاعه. باسكو الذهب المستعمل تكون القيمه تاعه ناقصه بزاف، على الاقل ناقصه ديك 2 ملاين 2 ملاين وشي حاجه، راها في الفايده البنات. سما اللي حابين يدخروا ويخبوا للاستثمار ما تروحوش تشرو جديد، لا شروها قديمه وصعي، يعني هكا راح تكونوا نتوما في الفايده. عوض ما تشروها ب30 33 راح تلقاوها 28 و600 عفسه هكا. المهم راح على الاقل راح تربحوا فيها 1 2 ملايين. هذا بالنسبه للاشخاص اللي باغيين يدخروا وتكون جديده البنات، يعني ما فيها حتى ديفو. حاجه واحده اخرى غالياتي اللي هي ما تشروش الذهب تاع الزينه اللي فيه العقاش، باسكو علاه هي من الافضل انكم تشروه يا ذهب عادي صافي يا تشروه لويزات، باسكو علاه مره واحده اخرى كي تروحوا تبيعوه غادي ينحي منه كاع هذوك العقاشات، سما غادي يفقد القيمه تاع النص تاع السومه تاعه غادي يطيح. سما النصيحه اللي حابين يستثمروا اشروه مستعمل، هذه من ناحيه تكون السومه تاعه ناقصه بزاف، سورتو حبذا اذا كان مستعمل بالفاتوره تاعه. الحاجه الزاوجه اللي هي شروها عادي، مثلا البنات انا هاد السلسله طحت فيها نيشان، كي نقول لكم طحت فيها باسكو علاه فيها واحد 3 غرامات و700 تقدروا تقولوا قريب 4 غرامات، وفي المستعمل وجديده يعني ما فيها طاشه نظيفه البنات، يعني بسم الله ما شاء الله طحت فيها هكا. والحاجه اللي عجبتني تانيك لقيتها بالفاتوره تاعها، يعني كي نقول لكم صدفه ولا. المهم نصيحتي لكم غالياتي اذا عندكم مبلغ معين فما تستناوش، اشروا وتوكلوا على الله وروحوا اشروا. وبالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش فالطريقه الافضل هي انكم تلموا يعني مده معينه وهكا تكونوا قدرتوا انكم تشروا. والنصيحه اللي نقد نفيدكم بها هي كي تشروا هي ذهب خالص، يعني عادي ما فيه لا عقاش لا والو،
ولا من الافضل انكم من الافضل البنات هي اللي تبغي تشريه الويزات. وهنا تكون خلاص لا فيديو تاعنا. ما تنسونيش بجيم واشتراك في قناتي، واكتبوا لي التعليقات يعني على فيديوهات واحده اخرى اذا عندكم يعني كاش تساؤلات هكا باش نقدر نقدم لكم فايده. سلام.